السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين. النهاردة معاكم تكملة للفيديو اللي عملته قبل كده، اللي أنا خلصت فيه روتين أوضة النوم وأوضة الأطفال. بس قبل أي حاجة، اللي ما اشتركش يشترك وفعلوا الجرس وحطوا اللايك، ما تنسوش، والكومنت القمر زيكم. هنسمي الله. يا بنات، انا كنت مكمله كل ده في يوم واحد، بس بصراحه لما جيت اعمل الفيديو حسيت ان هو هيبقى طويل عليكم قوي. فقلت لا، انا هقسمه على فيديوهين، يعني اخلي الاوضتين في فيديو، والريسبشن في فيديو تاني. تمام. بصوا، مبدئيا كده، قلت ان انا ابدا بقى بالمكنسه واشفط الدنيا. شلت الكفر بتاع الانتريه، الكفر يا بنات تحفه تحفه. انا يمكن المره اللي فاتت كلمتكم على كفرات المراتب، بس حتى الكفرات بتاعه الانتريه، او لو عندك صالون او كده، بجد يا بنات عمليه جدا والله. ومش معنى كده ان انا بفضل حطها على طول، لا، انا بغير وساعات بشيلها وساعات بحطها. بس بصراحه الوقت اللي بتنفعني في اوقات كتير، وبتديني حريه ومساحه ان انا اسيب الولاد يلعبوا براحتهم ويتنططوا فوقها براحتهم وكده. غير لما يكون الانتريه معلهوش حاجة، بصراحة بيبقى ايه، بتقلقي ان هم يوسخوه ويطلعوا وينزلوا والكلام ده، يعني برضو بتبقى حاجتك قلقانة قوي، ان انتي اكيد عايزة تبني بشكل حلو، مظهر بيتك يبان بشكل حلو اي حد يجيلك. يعني الانتريه بتاعي ده بتاع جوازي، بالامانه والله، بامانه ربنا لو شفتوه يا بنات، كانك لسه جايباه دلوقتي. يعني الوانه ما شاء الله حلوه، قاعد نضيفه زي الفل، وطبعا انا ايدي فيه دايما. آم، وحاجه تانية عايزه اتكلم معاكم فيها بنات. احنا داخلين على عيد، كل سنه وانتم طيبين. مش هكدب عليكم، اوقات كتير كنت باجي قرب العيد بقى انا اشيل البيت واهد ومش عارفه ايه. حسيت ان انا، طب هو انا ليه مأزمه الامور عن نفسي كده؟ لا، لقيت نفسي ان انا بعمل الموضوع ده، وفي نفس الوقت طول السنه لما بلاقي بيتي محتاج اللي هو ان انت تشيلي وتهدي كل حاجه بتعمليها. فبقيت ايه، قلت لا، انا همشي. البيت محتاج اعمله في اي وقت بقى، مش شرط عيد او غير عيد. يعني انا كنت عامله تنظيفه قبلها، وحتى السجاد كله شلته، سايبه البيت كله على الكفرات، بس كفرات السجاد. فحسيت ان الحمد لله البيت زي الفل. فاللي هو التنظيف اللي انا هعمله ده يا بنات، التنظيف العادي اللي انا بعمله طول السنه. يعني مش شرط عشان دخلت عيد او كده. بشيل وانضف ومش عارفه ايه، واديني شلت حتى اللي هي بيسموها ايه، المساند اللي هي بتاعت الانتريه نفسها، القعدات وكده، بشيلها وبشفط تحت منها لو في اي حاجه. لان انا طبعا طول الاسبوع، طول ما انتي ايدك فيها بتنضفي وكده، بس وارد ان الولاد لو قاعدين مثلا بياكلوا حاجه، مثلا كيس شيبسي، او مثلا لب او اي حاجه، وارد ان انتي قشر لبايه تبقى تدخل يعني تحت البتاع بتاع الانتريه وكده. فاللي هو مثلا تراب، انا حاطه الكفر. بس اوقات مثلا شوفوا مكان الخياطه بتاعه التنجيد دي يا بنات، ساعات بيبقى فيها تراب، فانا بشفطها. المكنسه بصراحه مريحه جدا. الاول كنت اقعد انفض بالفوطه ومش عارفه ايه، واحس ان ايه، حتى لو في نسبه تراب انا كده كاني ببهدل بيها حاجه تانية. يعني لما نفض الكنبه دي، بيطلع مثلا على مكان تاني، فاهماني؟ انما بالمكنسه بتشفط لك كل الكلام ده، طبعا لو متاح. لو متاح عندك المكنسة طبعا عادي، لو ما فيش المكنسة تعاملي عادي جدا، يعني فاهماني؟ فزي ما انتوا شايفين، شلت وقعدت انفض وكده. الانتريه بتاعي كنت عامله له، يعني بغيب اول ما احس ان هو محتاج بعمل له تنظيفه. التنظيف اللي انا بعمله له يا بنات بتبقى فرشه صغيره، الفرش الصغيره هبقى اوريها لكم. بيبقى بكلور الوان، ومثلا اي نوع سائل، يعني مثلا برسيل جل او اريال جل. بحط نقطة خفيفة جدا عشان مش عايزاها ترغي، مجرد تنضف معايا. بس اهم حاجة اساسي معايا كلور الوان، اللي هو الكلوريكس الوان ده. وبشتغل بالفرشة الصغيرة كده، وانضف فيه وبيرجع زي الفل، والوانه بتبقى حلوة جدا. شفطت الكفر بتاع السجاد، وقلت ان انا هشيله عشان طبعا عايزه اكنس، واسيق الارض وكده.
بس قلت ان انا اشفط التراب عشان ما نفضوش وكده والاقي الدنيا طربت عندي، وانا الحمد لله الدنيا حاساها رايقه وزي الفل يعني. بس دي التنظيفه اللي هو ايه، مش مجرد كل حاجه مكانها، لا، حولي كل حاجه من مكانها ورتبي. آه، وظبطي الدنيا يعني ورا اي كرسي. بصوا مثلا اي ترابة، اي مش عارفة ايه، انتي طول الاسبوع طبعا ايدك فيه، بس وارد ان انتي تلاقي ورا الكراسي، ورا الكنب، ورا الحاجات دي. تمام. وتطوقي. طبعا ما شاء الله الولاد هتلاقوهم ما شاء الله ظاهرين معايا وعمالين يتحركوا من هنا لهنا. طبعا ربنا يحمي ولادنا كلنا يا رب، ويا رب يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم امين يا رب. ما يحرمش حد من النعمة دي ابدا يا بنات. يا بنات ادعوا كتير كتير الايام دي، ادعوا بالصحة والستر وراحة البال. ادعوا ربنا يسترنا دنيا واخرة. ادعوا ربنا يفضل راضي عننا ويخلي لنا ولادنا وما يسوقناش فيهم ولا يجيب لهم حاجة وحشة ابدا. وادعوا لكل مريض ربنا يشفيه، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين. ادعوا ان ضحكة ولادكم تفضل في بيتكم مستمرة وتسمعوها. ادعوا ان التنطيط بتاع ولادكم ده يفضل مستمر، ويعيشوا ويبهدلوا واحنا ننفض، مش مشكلة. والله العظيم يا بنات، والله العظيم يعني الواحد بيشوف حالات. بتشوفي ولاد ممكن ربنا يعافيهم يا رب، ربنا يعافيهم، ممكن عندهم مرض معين او حاجة سرطان. والله العظيم بتحمدي ربنا مليون الف مرة ان انتي ولادك الحمد لله فيهم صحة، وبيتحركوا حواليكي وبيبهدلوا اللي انتي بترتبيه، وانتي ربنا مديلك صحة ان انتي ترجعي ترتبي تاني وتالت ورابع. والله العظيم احنا في نعمة مش حاسين بيها بجد. نعمة الستر دي في حد ذاتها حلوة قوي 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 بجد. والله العظيم يا بنات ربنا يسترنا يا رب، يا رب ما يكتبش علينا ان ربنا يرفع ستره عننا ولا يغضب علينا ولا. اللهم امين يا رب. يا رب كل ما تشوفي ولادك قولي يا رب يخليهم لي، يا رب يجعلهم ذرية صالحة، يا رب يطلعوا بارين بيا، يا رب قدرني ان انا اربيهم صح، وقدرني ان انا اربيهم تربية صالحة يا رب. بس يا بنات انا مش عارفة رغيت معاكم كتير صح؟ بس هنا وانا بقيت احاول كل كنبة او كرسي اشيلها انضف مكانها واسيق مكانها، على اساس ما ارجعش ارجعها وارجع اشد تاني وكأني بلف حوالين نفسي يعني. يعني الحاجات الثابتة اللي بترجع في مكانها كنست وسيقت مكانها قبل ما ارجعها مكانها. وطبعا انا المكان اللي انا بسيقه بشغل فيه المروحة على طول عشان تنشف الارضية، عشان على ما اخلص اللي انا بعمله تكون الارض نشفت، وافرش الكفر وهي الارض ناشفة. استحيل ان انا افرشه طبعا والارض لسه فيها مية او مبلولة او كده. آه، زي ما بقول لكم كده. بصي، والله البيوت البيوت ياما فيها، وكل واحد بيته فيه ربنا اللي عالم بيه، بس احنا لازم نحمد ربنا على كل حاجة ونحمد ربنا. عارفين الايام اللي فاتت ولادي بقوا يتعبوا كتير. والله العظيم بقيت لدرجة في ناس بقيت تقابلني تقول لي يا بنتي هو انتي ولادك دول تعبانين اكتر من الوقت اللي هم كويسين فيه؟ عارفين كنت بقول لهم الف حمد وشكر، الحمد لله. تعبانين، انا بحمد ربنا على كل حاجة، بس الحمد لله ان العلاج بيجيب نتيجة معاهم، الحمد لله ان انا معايا فلوس اودي للدكتور، الحمد لله ان انا معايا فلوس اجيب علاج. والله العظيم احنا في نعمة. مهما كان الغلاء اللي حوالينا اللي طبعا كلنا متأثرين بيه، متأثرين جدا بيه، ويمكن ناس كتير ممكن بتتكلم في الحوار ده، بس والله العظيم ألف حمد وشكر رغم كل الغلاء اللي احنا فيه ورغم كل الابتلاءات اللي احنا فيها، ان احنا الحمد لله لسه قادرين نعيش ولادنا كويس، الحمد لله ان احنا قادرين نأكلهم أكلة نظيفة وكويسة، الحمد لله ان احنا عندنا صحة ان احنا نعمل الأكلة دي، والحمد لله ان عندنا صحة ان احنا نقاوم ونستمر رغم كل اللي بيحصل ده. والله العظيم فعليا ربنا يكون في عون كل ام واب في الظروف كلها تعتبر شبه بعض يعني. في دول كتير من الدول العربية مش مصر بس، في دول كتير بتعدي عليهم برضو ازمات وكده، والظروف مشابهة تعتبر في اماكن كتيرة.
بس كل اللي بايدينا ان احنا نقدر نقوله الف حمد وشكر على كل حاجة، الف حمد وشكر على كل حاجة يا رب. وربنا يفكها علينا وعلى كل بلاد المسلمين أجمعين يا رب. يا رب ارزق كل محتاج واعطي كل محتاج حاجته يا رب. يا رب اجعل دعائنا مستجاب يا رب. ارضى علينا يا رب، ارضى علينا يا رب. ويا رب اكرمنا الرضا ان احنا نرضى بكل حاجة في حياتنا، نرضى بيها واحنا متقبلين مش مغصوبين او متأففين منها، لا نحمد ربنا ونرضى بيها زي ما هي. الحمد لله على كل حاجة، والحمد لله على نعمة الرضا، والحمد لله على نعمة الستر، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة ان الواحد قادر لحد دلوقتي لما حد يشتكي له من حاجة او يشوف حد مثلا متضايق او كده يجبر بخاطره. والله العظيم جبر الخواطر ده يا بنات شيء جميل جدا جدا جدا. انا بشوف ناس بجد يعني استغفر الله العظيم لما تفتح بقها تبقي عايزة تقولي لها يا ريتك ما تفتحيش بقك. يعني أذى بيطلع من البني آدم من غير أسباب، من غير ما يكون له قدامها عمل لها أي حاجة، بس مجرد إن هي يوم ما تفتح بقها تطلع لك أذى وجرح للمشاعر وتبقى مش شايفة نفسها غلطانة ولا عملت أي حاجة. ألف حمد وشكر والله العظيم إن الواحد بيحسب الكلمة مليون ألف مرة قبل ما يطلعها من لسانه. والكلمة دي مثلا ممكن تكون هتطلع تجرح اللي قدامه حتى لو من غير قصد، بتحسبيها مليون مرة. طولت عليكم يا بنات. خلصت معاكم الريسبشن وعطرته وطفيت الإضاءة ولقيت عندي دورة غسيل بتاعة الولاد، هدوم الولاد، فقلت يلا بقى احطها وخلاص. هنا عمر كان بيساعدني، كان بيحط الغسيل في الغسالة. ربنا يبارك فيهم يا رب ويبارك في أولادكم جميعا يا رب، اللهم أمين. بس زي ما بقول لكم راعوا ربنا في كل حاجة، راعوا ربنا في نفسكم، في ولادكم، في أزواجكم، في صحتكم. ما ترهقيش نفسك اكتر ما هي تتحمل، لان بجد والله العظيم البني ادم بقي مش مستحمل اي حاجة. ممكن من ابسط حاجة يلاقي نفسه جاله ابتلاء مرض او حاجة من زعل. حاولوا على قد ما تقدروا. انا بقول لنفسي والله بفكر نفسي معاكم، مش بقول لكم انتوا بس. وصلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. ما صليناش على النبي من بداية الفيديو، عليه افضل الصلاة والسلام. راعي جيرانك بالله عليكي، اي واحدة بتسمع الفيديو راعي جيرانك، راعي ابسط الامور. والله العظيم الواحد بيراعي ربنا. انا ساعات يا بنات ببقى ماشية في الشارع الاقي مية اتكبت، ستر ربنا ان اقول لكم فرقت سنتي بيني وبينها، كان ممكن تنزل على دماغي او على دماغ ولادي لمجرد ان واحدة بتكب مية عشان تغسل حبال. طب والله العظيم انا عمري ما اعمل حركة زي دي، والله للامانة عمري ما اعملها. يوم ما تيجي تمسحي الحبال فوطة بلي، فوطة بالمية اغسليها كويس وتعالي امسحي بيها الحبال. مش لازم تكبي وتجيبي على دماغ اللي ماشي في الشارع ليه تاخدي دعوة من حد ماشي في الشارع ما يعرفكيش لمجرد ان انتي اذيتيه وهو ماشي في حاله؟ ليه تنشري غسيل مثلا يكون بينقط على جارة ليكي غسلها ناشف والله العظيم الامور البسيطه دي بتخلي البني ادم اللي قدامك يا اما يقولك روحي ربنا يبارك لك، يا اما يقولك روحي ربنا ينتقم منك. واحنا في زمن والله العظيم يا بنات من كتر الابتلاءات ربنا يبعدنا كل البعد عن اي دعوه سوء او اي دعوه مظلوم يدعيها علينا. ربنا ما يكتب علينا ابدا يا رب، اللهم امين. رغيت قوي النهاردة في الفيديو ده، بس والله حبيت اتكلم معاكم يا بنات في كل الحاجات اللي انا بلاحظها. يمكن تفاصيل بسيطة احنا مش بناخد بالنا منها، بس فعليا يعني بتحصل مع ناس كتير، ودي حاجات واقعية حاصلة يعني هتلاقيها مع جيرانك، مش شرط معاكي، مع جيرانك، مع بعض، مع اي حد. فخدي بالك من التفاصيل دي قوي. احنا في ايام مفترجة، انتي في عرض دعوة كويسة ليكي ولولادك، بلاش حد يدعي عليكي لأي سبب إن كان. كوني انتي المظلومة وما تكونيش انتي الظالمة ابدا. ويا رب يجعلنا دايما مظلومين ما يجعلناش ظالمين، اللهم امين يا رب. ويا رب يحفظ ولادنا. وكل سنة وانتوا طيبين وداخلين على الايام الجميلة جدا، اجمل ايام في السنة كلها. ادعوا لي يا بنات اللي وصل للجزء ده في الفيديو ما ينساش الدعاء بالرحمة لأخويا، ربنا يرحمه ويسامحه كل أمواتنا وأموات المسلمين.
وادعوا لمامتي ربنا يرزقها حجة يا رب ويصبر قلبها على فراق اخويا يا رب. ادعوا لها بالله عليكم يا بنات، ادعوا لكل فقدت ابنها، ادعوا لها بالصبر، ادعوا لها بالصبر يا رب. ربنا يرحمه ويسامحه ويعوض شبابه ويرزقه بالحور العين في الجنة، اللهم امين يا رب. وربنا يسعدكم جميعا، وكل سنة وانتوا طيبين وبألف خير. وان شاء الله ما يحرمنيش منكم ولا من كومنتاتكم القمر، وبجد مبسوطة بيكم قوي قوي قوي. وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويا رب اكون بفيدكم ولو انا طبعا مش اشطر منكم في اي حاجة، انتوا كلكم زي القمر واحسن شطار في الدنيا، بس كلنا بنحفز بعض والله. دي يعني انا بحاول ان انا احفزكم، انا مش بعمل اي حاجة زيادة عن اللي انتوا بتعملوه. وربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم بحق الايام المفترجة اللي احنا فيها دي يا رب. ويا رب ما يكتبش عليكم فقدان عزيز ولا غالي ابدا، اللهم امين يا رب. ويا رب يرزق كل سائل مسألته يا رب، كل حد طالب حاجة من ربنا ربنا يحققها له، اللهم امين يا رب. وان شاء الله ان شاء الله نفضل مع بعض على طول. وما تنسوش اللايك كومنت القمر، واشوفكم على خير في الفيديو الجديد ان شاء الله، الفيديو اللي جاي بأمر الله. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يسعد قلوبكم جميعا ويكرمكم الصحة والستر وراحة البال. مع السلامة.